طيب بمناسبة الوقت، لو أنا الوقت سرقني والوقت اللي سرقني دوت أنا لسه نص الكود أو نص الجرادويشن بروجكت ما اكتملش والنص التاني بيضرب. حصل. برضه الدباجه او الصياغه بتفرق، يعني ما اروحش اقول اصل انا مش عارف اعملها، ما تقولش كده، ما تقولش مش عارف اعملها. فيوتشر ورك يا جماعه. دي عادي والله يا دكتور، احنا بس الوقت عشان الدنيا ضيقه معانا شويه، فاحنا محتاجين نزق ده از فيوتشر ورك ان شاء الله. ايوه نحطها في الكتاب از فيوتشر ورك ونبدا ان احنا نشتغل عليها. وانت كده السكشن بتاع الفيوتشر ورك في مشروع التخرج ده بيبقى اخر حاجه بتتعمل يا باشا. اللي ما يتعملش يحط بقى البروجكت كله فيوتشر ورك الدرجات دي بس، يعني خليك برضه يعني الموضوع يبان منطقي ما يبانش مأفور يعني. احنا عملنا الهوم بيج. كمل انت بقى فيوتشر ورك بالظبط. كمل انت يا دكتور. الناس دي تعبت في المشروع وعملت ايفورت محترم ومطلعه ريزلتس، مش كلام في الهجايس، مش دخان من غير كفته، لا في كفته فاهم. فلا يعني كل انت شطارتك في ان انت تماركت الحاجه اللي انت عملتها دي على باكبر قدر ممكن. خلينا بعد كده بقى ننتقل لخناقه يمكن ثالثه. الحلقه اللي كلها خناق دي ليها علاقه بيون ذا كود بقى، ورا الكود. حلو. هل انا لازم ابقى بستخدم التولز بتاعت السوفت وير انجينيرز اللي هم في الشركات بيستخدموها، حاجات زي جيرا تيكتس بقى، وعندي بستخدم مثلا جيت هاب وعندي اويرنس بالديف اوبس، واحنا عندنا شويه بايب لاينز وكل الكلام دوت، ولا الموضوع عادي اللي انا عندي جوجل درايف وبرفع عليه الحاجات بتاعتي اول باول، والدوكيومنتيشن برضه في جوجل شيتس، والدنيا تبقى ماشيه كده يعني 100% لازم تكون بتعمل كده. احنا لسه في اول سؤال بنتكلم على قصه انه انت المفروض ان انت از سوفت وير انجينير تدور على البيست براكتسز لوحدك، تمام. انا المفروض اشوف ازاي، وانت كمان عندك كمان طرق مساعده بالهبل، حتى لو افترضنا ان الدكتور ما قالكش، انت لو قعدت مع اي وتكلمتوا كده دردشتوا مع بعض شويه هتعرف البروسيس ماشيه ازاي، تمام. اضعف الايمان انا ما بقولكش يعني افتح شركه، بس انا محتاج ان انا ابراكتس قدر الامكان. ده زي ما قلنا اهم بروجكت على مدار الكام سنه اللي انت قاعدهم في الكليه. فلازم ابين ان انا جربت فيه كل الحاجات او اغلب الحاجات اللي انا ممكن احتك بيها لو رحت شركه، سواء بقى اتعاملت مع فيرجن كنترول، ايا كان بقى النوع الفيرجن كنترول ده ايه، اتعلمت او اتعاملت مع كانبان بورد، فبقيت عارف يعني ايه احرك تاسكات من ستيت لستيت ثانيه، فبقى في نوع من انواع انا بقيت عارف اقسم تاسكاتي بير ستيت، وفي نفس الوقت عارف اساين، عارف امونيتور مين بيعمل ايه ما بيعملش ايه، طب انا خلصت في قد ايه. الكانبان ميثودولوجي عموما مهم ان انت تكون على درايه بيها، برضه بغض النظر عن التول، مش هقول اسماء تولز، بس انا بديك الهيد لاين بتاع التوبيك يعني. الناس دايما تقول لك ما الحاجات ديت بتبقى بفلوس يعني. لا في حاجات كتير قوي فري يعني. الفيرجن كنترول اصلا جيت فيرجن كنترول اوفر اول ما فيهوش فلوس، سواء جيت هاب او جيت لاب ايا كان مش بفلوس. كان بان في عندك اعتقد جيرا في ترايلز، وفي تريلو توتالي فور فري. ففي حاجات ممكن انت برضو وانت قاعد بتتكلم مع الاي اي قول لي ايه التولز الفري اللي ممكن اطبق بيها عادي يعني. وفي ناس مش اوير ان هي برضو بايميل الجامعه ده بيفتح لها تولز بالعبيط طبعا وهي بفلوس، والمده طول ما انت معاك ايميل الجامعه دوت فاليد اللي هو .edu.eg دوت، فانت عندك حاجات كتيره مفتوحه. مظبوط. وفي بقول لك في الاول في الاخر انت الصوره اللي هتبقى ظاهره للشركات لما تيجي تقدم على شغل في السي في قدامهم، لو انت افترضت ان انت بولد ومهايلايت مشروع التخرج، الراجل ده طبق فيه ايه، عمل فيه ايه، استعمل فيه ايه، علشان ده بيأثر الطريق على الشركه. انا مش لسه هجيبه ويبقاش عارف يعني ايه فيرجن كنترول، ولا عارف يعني ايه كانبان، ولا عارف يعني ايه كلين كود، ولا اركتكتشر، ولا سيستم ديزاين، مش عارف الهوا ده، انا هيغلبني، انا مش هجيبه اصلا. فكل ما انت كنت جربت ان انت تستعمل تولز اكتر وتفهم ميثودولوجيز ومايند سيتس اكتر ليها علاقه بالسوفت وير انجينيرنج والبيست براكتس بتاعتها، ده هيفيدك اون لونج ران او اون لونج تيرم. سواء بقى وانت بتيجي تقدم على شغل او لما تتحرك من شغل لشغل تاني. ممكن اول شغل ما يبقاش فيه كده بس تاني شغل يبقى فيه، فما تعتمدش على ان انا عشان جربت حاجه مثلا مش هستعملها بعد كده، لا في الغالب هتحتك بده بعد كده ليه ترى. فبدون نقاش لازم تكون مجرب الكلام ده قدر استطاعتك. طيب ومعلش، طب هي الدنيا كانت ماشيه معايا طول الفتره اللي فاتت، وكنت يعني شغال على جوجل والدنيا هي ما انت لوحدك، وحتى لو جربت وانت لا مش وانا لوحدي، كنت مع تيم وكنا بنعمل حتى فولدر اسمه فاينل قد ايه في فاينل والكلام ده اسبوعين 3 شهر. انت عايز تقسم شغل سنه،
شغل سنه ده فيه سيجمنتيشن. يعني انا عندي مثلا البروجكت ده، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، في امبارل مع الامبلمنتيشن، في دوكيومنتيشن، في كتاب. امم صباح الفل، في كتاب. مع الوورد او على حاجه. ما تعمله على، بس على درايف عشان يبقى في شير مثلا، الناس تعرف تكتب معاك. ما انت مش هتعمله على الوورد وتقعد تكتب لوحدك. هتقعد انت اوكي. مقيم على الوورد. ما انا برضو دونت ريكومند ده، ان انت المفروض ان انت كل حاجه تكون مرفوعه وانا something hosted على كلاود، علشان نقدر ان احنا نقسم الشغل بتاع الناس كلها، تبقى شايفه احنا فين، خلصنا ايه، ما خلصنا. حتى لو هتشير ده مع الدكتور، يبقى شايف. ما انت مش الدكتور مش هيقعد يفتح جوجل درايف يبص على الفيرجن 1 فيرجن 2 فيرجن 3، ما ده مش منطقي. اوكي. فاهم قصدي؟ انت ممكن تعمل فيرجنز للفايلات على درايف، اللي بيها ان انا اعرف ارجع للستيت على تواريخ. اوكي. في دكاتره ساعات بتطلب ده، ان اعمل لي فيرجنز مثلا للبروجرس بتاع الكتاب. فيرجن 1 بتاريخ فلاني، فيرجن 2 ده كانت بعد شهر. كتاب ايه اللي هو كده مشروع الجراديويشن تخرج. بروجكت في ناس دوكيمنت بدات تشتغل عليه يعني؟ من اول سنة، مم. من اول السنه. فبيقسموا فيرجنز عشان اعرف ارجع للفيرجنز القديمه، على افتراض ان لو لا قدر الله حصل مشكله اعرف ارجع لورا. اوكي. فبيقسم فيرجنز مثلا بيرديت، كل اسبوعين كل ثلاثه يرفع فيرجن جديده. اوكي. تمام، ده بالنسبه للكتاب. انما كده كده الكود وكده، ما انت عندك فيرجن كنترول، ممكن ارجع وقت ما انا عايز. ده بيسهل ان لو حصل لا قدر الله مشكله في الكود، اعرف ارجع لاكتر ستيت كانت سليمه. لو انا اكتر ريليز بستعمل ستيبل او لو whatever. انا بستعمل فيرجن كنترول. طب لو ما بستعملش، نقعد بقى ايه، مين يا جماعه معاه مين معاه فلاش مين عليها معاه السورس كود مين اللي اللي كان احنا معاه هنفهم سليم، ونقعد كذا؟ بقى نجرب. طب وليه؟ امم ما في اختراع اسمه فيرجن كنترول. نفس الكلام على التاسكات. على اللونج ران، لما اجي احط تاسكات لتيم على شهر، عايز اعرف ايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش. ما انا مش هنقعد بقى نراجع ونكتب في ورق. ما في كانبان بورد، وفي تاسكات اوكي. موجوده بنعرف نحركها بايدينا. امم ده تو دو، ده ان بروجرس، ده دن. امم مش لازم تجعلص على نفسك تو دو بروجرس دن، بس امم نعرف بس الدنيا متقسمه وشغاله ازاي. ده اضعف الايمان يعني. اوكي. انت قول لي وجهه نظرك. انا ما يعني اي كانوت سي اجري مور مور بصراحه. اجري مور. انت ما انت قلت تخليناش، الحمد انت لله. قلت كل حاجه في البوينت ديت. هي الفكره كلها، بس الناس ممكن تغفل ان هو الجراديويشن بروجكت ده انا بقعد احكي عليه في كل انترفيو في الحياه لغايه ما ابقى انا عملت حاجه اكبر منه مظبوط فاعرف احكي عليه. مظبوط. ف وخصوصا كمان لو انت الحاجات بتاعت الجراديويشن بروجكت دي لو انت كاتبه في السي في وهتفضل كاتبه في السي في لمده ما، فانت كل ما حد بيفتح السي في ممكن الجراديويشن بروجكت نفسه يشده، صح. يقول لك انت كنت شغال فيه ازاي. مم. وبيقل من عليك لود كبير بعد كده ان انت تبدا تفهم حاجات تاني من الاول. فهو اللي انت قلته بصراحه هو اللي فيه الخلاصه as much as I can يعني. افضل متمسك بحته الكونسبت بتاعت السوفت وير انجينير اللي هم بعد كده عشان يقسموا تيكتس فمثلا بيروحوا الجيرا. انا حتى لو رحت شركه مش بستخدم جيرا، بستخدم اي حاجه تانية، انا فاهم الكونسبت موجود، الكونسبت موجود. فهعرف اتناقش فيه بسهوله جدا. هعرف اعمل اونبوردنج على اي حاجه شبيهه بده. طيب، اسالك سؤال تاني، نرجع للحته بتاعت الدكاتره. اوكي. لو الدكتور بتاعي صعب شويه، احنا بنتكلم عن ان الدكاتره لزاز وبيساعدوا كل حاجه، بس في دكاتره الموضوع بيبقى التعامل فيه معاهم صعب شويه. اوكي. هتعامل ازاي مع مشرف ممكن يكون صعب شويه، ممكن يطلب طلبات مش بتميك سنس، طلبات ممكن ما ابقاش عارف اعملها مثلا؟ اتعامل مع ده ازاي؟ طيب هو زي ما بنقول كده هوت بالبلدي اللي اوله شرط اخره نور. صح. فاحنا من اول ما اتناقشت مع الدكتور ومن اول ما قلت له مثلا، يعني انا احكي لك تجربتي سريعا كده هوت. احنا في الاول كنا عشان خاطر نطلع بفكره، كان التاسك على كل واحد في التيم اللي هو يجي باتليست فكره كده هوت، يبقى ايه، يشرحها لنا ويقول لنا وجهه نظره فيها ونبدا نتناقش فيها، بحيث نعمل بروموشن لاكتر 3 افكار مثلا عجبونا، هم دول اللي انا هروح اتكلم فيهم مع الدكاتره، ونبقى كلنا موافقين على الافكار دي، سواء هم 3 افكار فكرتين او هي دي الفكره بتاعتنا وخلاص وقفنا. بس انا دايما برشح ان احنا نروح كذا فكره للدكتور طبعا، بفكرتين او 3، عشان لما يرجكتها ما يبقاش ما لسه بالظبط هنقعد ندور يعني. بالظبط. دي بوينت. والبوينت الثانيه في حته السلكشن كرايتيريا بتاعت الدكتور، يا ريت لو انا اتعاملت مع الدكتور ده قبل كده، مش اول مره اتحط، يعني اتليست يبقى اداني ماده والماده دي كان فيها بروجكت اتناقشت معاه فيه. فانا من الاول ابقى عارف دماغ الدكتور، هل هو حد عنده هيزيتيشن وكل ما تطلع فكره في دماغه يقول لنا حطوها، ولا هو حد لا هو من الاول سنس ان انا اتفقت معاه هو هيديني انا مطلق الحريه وحتى هيشيل ايده خالص ولا لا. فابقى انا عارف دماغ الدكتور، دي مهمه جدا من طب الاول. افرض الدكتور نزل اسمه وانا ما اعرفش عنه لو حاجه. هو اتحط لي فانا خلاص لازم يعني ما انا برضو ات سام بوينت انا اتعامل مع تيم ليدر ما اعرفش عنه اي حاجه، هتعامل مع مانجر ما اعرفش عنه اي حاجه، هروح اتعرف عليه. هتعرف عليه ازاي؟ انا مش بقول له قول لي انت دنيتك بتمشي ازاي يا دكتور، لا انا هبدا افترض السيناريو ديت من الاول. طب هل احنا يا دكتور لو جات لنا احنا فكره، انا اجيبها فيا انا، لو جات لنا فكره بعد ما اتناقشنا مع حضرتك واتفقنا على الفيتشرز مثلا اللي هتحط، لو جات لنا فيتشر جديده في دماغنا، هل هنحطها ولا هتبقى ايه الدنيا؟ فانا هفهم من ردوده هو دماغ الدكتور ديت ماشيه ازاي. طيب انا حاول برضو اخلي الموضوع في حته بروفيشنال كده واضحه ما بيني وبين الدكتور،
مع كل ميتنج باعمله معاه واتفق معاه على حاجه على طول زي ما بنعمل في الشركات وتبقى كل حاجه ممز دوكيومنتس. ممز مامس خلاص انا هحط الدكتور دوت في التو، مم. التيم كله بتاعي في السي سي يا دكتور as per our discussion today we agreed on 1 2 3 4. وارفع المومز على درايف، مش عايز تعمل درايف حط المومز على درايف بالتواريخ. لا انا بدون قطع كلامك، المومز هي المينتس اوف ميتنجز، عشان بس الناس اللي مش عارفه يعني مومز. مومز يعني مينتس اوف ميتنجز. الناس اللي بتقول لنا قللوا شويه الانجليش الانجليش معلش غصب عننا، لان هو انت كمان هتخرج برضو تحتك بناس كل كلامهم كده مظبوط. كلها اختصارات، فانت لازم فاميلارايز يور سيلف من الاول. اشرح فاميلارايز بقى ولا ايه؟ نتعرف على الكلام ده يعني. اوكي. نرجع تاني للبوينت ديت. يفضل يبقى ايميل ويبقى حاجه بروفيشنال، لان انت ده بعد كده كمان ان انت هتعمله في الشركات بره. كل حاجه كل ميتنج كل اتفاق مع الدكتور او بعته في الايميل، حتى التيم يبقى اوير ويقدر يرجع لحاجه زي كده، وان يبقى في تاسك كده كل على حد ما يراجع كل حاجه الدكتور قايلها. لو انا هستاذن الدكتور ان انا هاخد نوتس وانا بتكلم معاه، او لو ينفع مش هقول اسجل الميتنج لان هي مش حاجه حلوه، بس ممكن بعض الدكاتره توافق بده. لو انا بعمل ميتنج اونلاين معاه ومش مسموح ان انا انزل، فممكن نقول له هريكورد السيشن يا دكتور وانا بعرض على حضرتك الافكار وتقول لي رايك فيها او وات ايفر. لو هو وافق خلاص كان بها، فيبقى عندك ريفرنس كمان متسجل. تمام تمام زي الفل. طيب الدكتور بدأ يحط لي حاجات تعجيزيه بقى وخلاص هو قفلت معاه على كده. فانا قدامي حل من الاثنين. فانا لو انا عندي وقت وانا شايف يعني الاول اسس الفكره بتاعت الدكتور دي لو هي فعلا مفيده. ما مش دايما الناس يعني مش عايز اقول بس ان ايه، الناس دايما بتبص للدكتور ان هو الشخص الشرير في روايه احدهم اللي بيحاول يعجزني وخلاص. ما اعتقدش ان يعني كتير من الدكاتره مش عايز تعمل كده. هتعمل كده ليه؟ بالعكس انت في وشه المفروض. مش عايزين نفترض. يعني بلاش فرضيات. فبلاش اقول ان الدكتور هو خلي يعني حط كده ايه، خليك محامل شيطان ات سام بوينت وقول الدكتور عايز مصلحتي. فانا ابدا اساس الفكره، هشوف هل هي فعلا اضافه للبرودكت بتاعي او للجراديويشن بروجكت بتاعي. لو لقيتها كده وابدا بقى اساس طب هي هتاخد وقت قد ايه؟ لا هتاخد وقت كبير ومش هعرف اعملها، فهروح للدكتور اقول له طيب عشان نضيف الفكره الكويسه دي فاحنا هنعمل حاجه لسه قايلينها من شويه اللي هي الدي سكوبينج. هنقلل السكوب، هشيل فيتشر ثانيه عشان ادخل دي مكانها. طيب لو ده مش هعرف اعمله والدكتور لا هي دي لازم تتضاف، فنبدا برضه اسيت الاكسبكتيشنز مع الدكتور. كل حاجه يا جماعه بتمشي لو انا بعرف اكوميونيكيت افكتفلي. انا مش رايح اتخانق مع الدكتور، مش رايح اقول له انت بتحط علينا لود ومش عارف ايه وابقى اسلوبي مش حلو معاه. في حاجه كده هنبقى نتكلم عنها ان شاء الله في حلقه مخصوص اسمها الايموشنال انتليجنس، الذكاء العاطفي. ده اللي انت بتعرف تاخد بيه حقك في اي موقف من المواقف المفروض يعني. فانت لو بتعرف تكوميونيكيت مع الدكتور بشكل افكتيف وتقول له ان انا ديت هتاخد مني وقت واسبير الاسسمنت بتاعنا، وابقى عندي حقائق وشفت لها كود مثلا هي معموله بالشكل الفلاني وحضرتك طالبها مننا بالشكل الفلاني فده ياخد وقت قد كده، فبالتالي هقدر اتكلم مع الدكتور واتفاوض معاه ان انا اقص حاجه تانية او اتليست يديني وقت بقى زياده. خلاص يبقى انا مش هسلمها لك في التايم لاين بتاع الدليفري بتاع جراديويشن بروجكت، لا دي هتبقى من الفيوتشر وركس مثلا بتاعتنا لو انا هكمل مع الدكتور، او زي ما الناس بتحط الفيوتشر وركس دي لما تمشي نفسك كده اهوت عدي ازق معايا الترم وبعد كده هنبقى عدي معايا المشروع. عندي تعقيبين بس على كلامك قبل ما نقفل الجزئيه دي. اول تعقيب انه محدش هيكوميونيكيت مع الدكتور افكتفلي وهو مش بيقابل الدكتور بمعدل افكتيف. فتاني اهو بننبه، ما تسيبش نفسك تقابل الدكتور مره كل رتح من الزمن. حاول رتح من الزمن بالظبط. حاول تخلي في مقابلات دوريه، سواء مثلا كل اسبوعين، والله كل اسبوع كان بيها مفيش مشكله، خير وبركه. كل ما كان في مقابلات على فترات قصيره ده هيخلي الاجريمنتس اللي انتوا بتوافقوا عليها ما يعديش عليها فترات طويله، فنقدر ان احنا نتحرك نعدل البتاع. انما بلاش كل شهر وكل مثلا 3 شهور والارقام العنيفه اللي الناس بس انا ما قلتلكش ولا ما قلتلكش. لا انت ما احنا كده هنقفل بقى على خناقه. انا بقى من وجهه نظري بلاش حته الموضوع بتاع يعني دي وجهه نظر عمر اي ابريشيت. هاويفر وجهه نظري لا بلاش موضوع كل اسبوع كل اسبوعين. انا هحاول اخليها انا من وجهه نظري على المومز هتعمل ايه مومز كل شهر؟ ما انا ما تقنعنيش ان انا هاخد تاسك، انا بسلم تاسك بعمل ديليفري اسبوع باي اسبوع، ده حتى هيبقى كرباج على التيم كله. يبقى انا بس مش تاسكات. هو مش شرط ان انت لو انا قابلته الاسبوع دوت واتفقنا على حاجات هنعملها، هاجي الاسبوع الجاي اعمل ايه وانا لسه ما عملتش حاجه؟ انت ليه هتقعد اسبوع كامل ما بتعملش حاجه؟ يعني اكيد في بروجرس ما. وايه الحاجه اللي دايما بتعمل في اسبوع دي؟ على حسب ما انتم مقسمين تاسكات المفروض. يعني انت بقول لك ايه التاسك اللي دايما يعني هل التاسكات لدرجه اللي هي بتقعد اسبوع ويك باي عادي ويك ممكن يطلب منك تراجع مثلا ريفرنسز معينه، سايتيشنز، كتب،
تروح تبص وترجع له تاني. ده لو الموضوع ده في الاول وهو الموضوع لسه في اللذيذ تمام، لكن ماشي، انا من ما وجهه بدأناش نظري كل ما implementation نخش في حتى. الموضوع حتى عشان ما احطش لود على نفسي وعلى كل التيم بتاعي ان احنا عندنا ديليفري الاسبوع الجاي فيلا يا جماعه اعملوا وانت عملت ايه، فعلى طول التيم هبقى ببيرن اوت التيم ثرو السنه ديت. مش لازم تبقى ديليفري يعني اوفرول، هي مش لازم عشان اقعد او مع حتى مش لازم ديليفري. ديليفري حتى لحاجه انا عملت لها سيرش. انا ماشي. ليه انا زنقت نفسي الاسبوع ده؟ انا اكيد عندي حاجات تانية، اكيد ات سام بوينت في 2 من التيم بتوعي هيقعوا في النص، فانا هاجي الاسبوع الجاي اقول له لا والله احنا ما عملناش كذا بس عشان خاطر، وافضل كل اسبوع ابرر له. لا، انا لو عندي شهر مثلا اقابل الدكتور هنا، انا ممكن بعد كده ابقى بدل ما اقابله ولو انا عايز اكوميت على حاجه واساله سؤال، دي مش لازم يبقى ليها مقابله. لو كده كده في الدكتور جروب، متفق، بيبقى في عندكم جروب لو سواء بقى اتفق واتساب معايا اللي او هو البريفيرد كونتاكت بتاعته مثلا اللي هو ايه، اتواصل معاه عن طريق الايميل الواتساب وات ايفر، تمام، فانا ممكن ارجع له في زي عايز اقول له ان ضن عملنا كذا، اقول له ضن يا دكتور وبص الداشبورد مثلا بتاعتنا او خش على انا جيرا او وات ايفر. مهم عندي قوي تجنبا للكونفليكتس اللي بتظهر بعد ما نشتغل، ان الدكتور يكون موافق على اللي احنا بنعمله اون ذا رن. في دكاتره علشان مثلا ممكن انت بتقابلهم مره كل شهر او مره كل، انا بالنسبه لي مره كل شهر ده بعيد قوي، بس يعني هنفترض ان هو مره كل شهر. انا ممكن في شهر اطلع فيتشر بعد ما اقابل الدكتور يقول لي ما تعملهاش كده، طب انا رميت الايفورت ده كله راح مني في الهواء، ملهاش لازمه. طب وليه؟ انا محتاج مينتس اوف ميتنج، انا ما قلتلكش بص على الامبلمنتيشن، انا والله دلوقتي احنا الكرنت ستيت بس انا بتاعتنا. ببقى متفق معاه يا عمر، لسه قايلين من الاول، انا قلت له هعملها الحاجه بالشكل الفلاني والله وعملنا ده دوكيومنتيشن ما بيننا ده على اعتماد ان انا بقول له انا هعمل كذا الشهر اللي جاي. مم. ما ممكن ما يبقاش لسه عندي تصور، لا انا هعمل الشهر اللي جاي، انا بدور وبناء عليه هاخد ديسيجن وابدا امبلمنتيشن. هيستناك شهر عشان تقابله عشان تقول له نتيجه السيرش ونتيجه الامبلمنتيشن؟ ما انا بقول لك النتيجه دي، انا اصلا دايما لو انا هقابل الدكتور انا ببريفير ان انا اقابله مع التيم، ما طبيعي. بلاش اللي هو كل واحد لا كل ما ما يعوز حاجه لوحده، حاجه لا. يروح يقول للدكتور، لا انا بقابله قدام التيم عشان كل حاجه تبقى ترانسبيرنت. صح في حته ان أنا اجر التيم، بقول لك كل اسبوع يا سيدي، كل في اسبوعين. نطاق انا محتاج مينتس اوف ميتنج، انا بالنسبه لي انا مليون في الميه محتاج مينتس اوف ميتنج، عشان الدكاتره ساعات كتير بتغير رايها، يعني ان جنرال انا شفت ده ما انا مش نورمال بيهيفير. بفترض بقى ان انا الدكتور اللي معايا بيغير رايه بتاع، ما انا جربته، ما انا كل ما انا بدات من بدري فده كان حلو بالنسبه لي ان انا شفت الدكتور ده بتعامل معاه ازاي. يعني انا ممكن اجري معاك بعد مثلا الترم الاولاني ما يخلص، يعني بص اطحن الدنيا شويه معلش، ميتنجز ومينتس اوف ميتنجز، ونبقى اجري على كل حاجه في اول ترم، في تاني ما ترم انا لا، ثانيه وسع الدنيا. ثانيه احنا هنبدا اصلا الجراديويشن، انا بقول لكم يا جماعه دي الفكره ان كل واحد بيتكلم بناء على الاكسبيرينس بتاعته. لا، ده انا ما ببداش الجراديويشن بروجكت بتاعي من اول ترم، انا ببداه من اجازه الصيف. انا دخلت سنه ثالثه خلاص تمام، أنا بقى معايا معاك. تيم وبتاع، جيت في نص الاجازه ديت اللي هو شهر مثلا 7 8، مش هخش في 9، انا خلاص بقى معايا تيم ومعايا الدكتور واتناقشنا في الفكره وهبدا شغل. ايوه هتبدا شغل، ده ما فيش حد بيبدا شغل امبلمنت على طول، ما بالظبط بنبلمنتش على طول صح. اكيد. فبقول لك انا محتاج في الحبه اللي انا هبدا اديسايد فيهم، طب ما انا ممكن اقول للدكتور انا عايز الفكره دي تعمل فيتشر 1 2 3 4 وانا ما اعرفش الفيزابيليتي بتاعه 3 و4، امم فانا محتاج احرق وقت مثلا شهر افاليديت ان 3 و4 دول فيزابل يتعملوا اصلا، ممكن ما ينفعش يتعملوا، طب ابدا اغيرهم بعد كده. ما انت لو انت مثلا بتعمل حاجه جديده او بتحسن من مثلا في بروجكت او في تول موجوده بتعمل نفس الفكره بتاعتك بس أوكي. فيها فيتشر ناقصه انت عايز تعملها، اوكي. بس انت ما تعرفش هل ممكن تعمل ولا لا. امم ما وارد يبقى الكونسيبت نفسه مش فيزبل، ما ينفعش يتعمل، امم في ليميتيشنز. عايز تبني مثلا حاجه على الاي اي وما فيش داتا سيت موجوده افيلبل، فهتعمل داتا سيت اوكي. بايدك، مش يعني صعبه صح. ده والله كنا بنعملها ما بايدينا. تمام، هتبقى مثلا كام انتري 10000 30000 مش رقم مقارنه بداتا سيت كبيره. anyway مش بتكلم في التكنيكال، بس انا بتكلم انه اوفرول ساعات بنحتاج نفاليديت حاجات قبل ما نبدا شغل. اوكي. كل ما كانت الاجريمنتس على الفاليديشن دي بصفه دوريه، الدكتور نفسه اولا مش هينسى، مش هيقول لك فكرني بقى كده انتوا كنتوا عايزين تعملوا إيه؟ لا 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 انا الكلام ده مش عاجبني، بعد ما اشتغلت مش حلوه وهتخليك تقفل بدري بدري. طب اقول لك على حاجه، تيجي قول. نتفق على حاجه، قول. تيجي نخليها اللي هي باي سكوب. لو السكوب بتاعي اللي انا بتكلم فيه في البروجكت دلوقتي دوت بيريكواير ان انا اقابل الدكتور حتى كل يوم اعمل انا كده. متفق معاك. لو السكوب بتاعي اللي انا لا مش محتاج دلوقتي ان انا هبيرن اوت التيم، خصوصا ان ساعات بيبقى وقت معانا الامبلمنتيشن الجراديويشن بروجكت دوت بيبقى معانا مادتين او 3، في بعض الناس بيبقى معاها 5 الله يعينهم بقى دولت. بس يعني لو انا بحاول اقلل ثرو اوت السنين اللي انا يبقى معايا بس مواد قليله، فانا عندي كوميتمنتس ثانيه وممكن يبقى معايا سوري مش جراديويشن، عندي بروجكت ثاني في ماده ثانيه، بروجكت مظبوط. صغير على نطاق الترم دوت، فانا عندي كوميتمنتس ثانيه، التيم بتاعي عندي كوميتمنتس ثالثه، احنا كلنا عندنا ظروف وحياه وبتاع. فعشان خاطر لو السكوب بتاعي بيستدعي ان انا اقابل الدكتور كل اسبوع تمام،
ما يستدعيش برضو مسؤوليه التيم اللي هو يحدد دوت مع الدكتور. لو ما يستدعيش دوت بلاش ان انا احرق التيم بتاعي طول السنه، كل مره كل اسبوع بقابل الدكتور وعنده كوميتمنتس. فدي خلينا لو اتفقنا على دي يبقى احنا ممكن نموف للحته اللي بعدها. متفق معاك مليون في المية، علشان ممكن فعلا وقت ما انا بقى كل حاجه اجريد اون وخلاص احنا تمام ومتفقين وامبلمنت، روح امبلمنت. عايز تتفرجني على الامبلمنتيشن؟ ما تفرجنيش على الامبلمنتيشن، توكل على الله. بس احنا متفقين ان الافكار دي كلها قابله للتطبيق، ومتفقين على الطريقه اللي هنطبق بيها، بس عشان بس ما يرجعش حد من الدكاتره يقول لك انا معلش عيد الاول اجين واحنا خلاص الوقت ما فهم. بس يبقى متفقين معاهم. طيب بمناسبه الوقت، لو انا الوقت سرقني والوقت اللي سرقني دوت انا لسه نص الكود او نص الجرادويشن بروجكت ما اكتملش والنص التاني بيضرب، حصل. لا يعني بعد الشر، يعني خلينا نقول ما هو انا مش عايز اسقط بقى. انا يعني ده كده الريزلت اللي انا دخلت بيها. انا ممكن في موقف زي كده اعمل ايه يا عمر؟ ممكن الخص ده في كلمه انت لسه قايلها، الدي سكوبنج. يعني اللي ما يشتغلش نرجع تاني ونقول والله احنا هنحط ممكن تحت السكشن بتاع الفيتشر ورك، بس المهم ان انا مطلع مثلا عدد معين من الفيتشرز، ده الام في بي بتاعي، وده اللي انا شايف ان هو شغال بكفاءه كويسه جدا، وده اللي انا ببيلد عليه الكيس بتاعتي. والله احنا ممكن نحط الحاجات الباقيه دي اللي هي مثلا ما اشتغلتش او محتاجه وقت اطول عشان تشتغل از ا فيتشر ورك او از ان انهانسمنت ليتر اون. برضه الدباجه او الصياغه بتفرق. يعني ما اروحش اقول اصل انا مش عارف اعملها، ما تقولش كده، تقولش مش عارف اعملها. فيتشر ورك يا جماعه دي عادي والله يا دكتور، احنا بس الوقت عشان الدنيا ضيقه معانا شويه، فاحنا محتاجين نزق ده از فيتشر ورك ان شاء الله. ايوه هنحطها في الكتاب از فيتشر ورك ونبدا ان احنا نشتغل عليه. ما تزولش نفسك، مش عشان احنا قلنا ان احنا هنطلع 4 ولا 5 فيتشرز واحده منهم خيشت ان الدنيا باظت. لا عادي، زق في الفيتشر ورك وكمل وطلع الام في بي بتاعك. هي البوينت كلها ان الانسان يبقى شويه ايه فليكسبل، ما يبقاش اللي هو انا طالما قلت انا هعمل كذا يبقى لازم اسلمها كلها. طب انا لو سلمتها كلها انا مش هفوكس على الحاجات اللي هي اوريدي محتاجه تتصلح، فانا الدنيا عندي كلها باظت. however لا انا ممكن ابقى زي ما قلنا كده فليكسبل. فانا خلاص انا مش عارف، انا عرفت خلاص انا قدامي شهرين دولت يا اما اصلح اللي بايظ يا اما اعمل اللي ما اتعملش. فخلاص اصلح اللي بايظ ممكن او اعمل اللي ما اتعملش واسيب اللي بايظ. وانت كده السكشن بتاع الفيتشر ورك في مشروع التخرج ده بيبقى اخر حاجه بتتعمل يا باشا. اللي ما يتعملش يحط بقى البروجكت كله فيتشر ورك. الدرجات دي بس، يعني خليك برضه يعني الموضوع يبان منطقي ما يبانش مأفور. يعني احنا عملنا الهوم بيج. كمل انت بقى فيتشر ورك بالظبط. كمل انت يا دكتور. طيب خلينا نسال حاجه ثانيه. الجزئيه بتاعت الديموينج او ان انا اعمل ديمو وقت المشروع. عمر يعني انت لو سالتني في الديمو مش عارف انت جيت للشخص الصح ولا لا، لان انا خلال 3 سنين مثلا في الجامعه كنا دايما نعمل بروجكت شغال ونيجي نناقش تقع الدنيا بتبوظ. يا ساتر يا رب. يعني من المرات القليله اللي انا فاكرها اللي هي كانت الدنيا بتتصلح اكشلي كنا بنعمل ايه لما الدنيا تبقى ظابطه. انا خلينا نتفق كده بالراحه ان هو مفيش حد بيعمل كل حاجه كامله، وخلينا نتفق اللي هو برضو انت عندك المعيد دوت مش حد سهل، ولا الدكتور ده حد كده بسيط اللي انا اوري له حاجات انا بالماوس. مش هضحك عليه برضو، ما هو مش اهبل يعني. لا هو هيخش يجرب بايده هيلاقي ان في حاجات واقعه، هيطلع له سيرفر واقع، هيطلع له هو حتى من غير ما يجرب بايده وانت بتوري له كده لو دوست على الزرار انت مش عامل حسابك. مهم جدا في الجراديويشن بروجكت اللي انا ابقى متفق مع التيم بتاعي على طريق هنمشي فيه، الباث بتاعنا يبقى عامل كده اهوت، ما حدش يجود لو حاجه مش شغاله طبعا. فاحنا متفقين ومعرفين الدكتور ان احنا دي عندنا فيها فيوتشر ورك، بس احنا هنحطها عشان يبقى يبان البروجكت كامل او وات ايفر الشكل العام يبقى كامل. فاتفق مع الناس يا جماعه احنا عاملين الديمو دوت هندوس كده، وابقى جربته كتير، جربته اكتر من مره، وكل لما اخش في حاجه افترض سيناريو سيء ان انا لو دوت معتمد على النتورك انا برضه ابقى عامل حسابي في باك اب عندي. مش عارف لو انا معتمد على الايثرنت اللي موجود في اللاب اللي انا بريزنت فيه، لا انا ممكن اشغل وايرلس، ساعتها الدنيا هتمشي ولا ايه. اعمل حساب اي متغير ويبقى عندي باك اب من البروجكت بتاعي. حاجات كتيره بتحصل انت ما بتبقاش عامل حسابها يوم المناقشه، فدوت علشان كده انا من بدري ببقى عامل باك اب. ده اصلا ده كونسبت عموما بعد كده في السوفت وير انجينيرنج اللي هو البيزنس كونتينيوتي اند ديزاستر ريكفري. انت هتبقى في ديزاستر ومش هيبقى في ريكفري، فانت اعمل حسابك انك هتبقى عامل باك اب لكل حاجه. التيم كله عارف احنا هنعمل ازاي لو الحاجه مش كامله، هنمشي في انهي طريق عشان ما يبقاش شكلنا وحش واحنا بنبريزنت. حتى لو هم فاهمين يبقى الدنيا باظت. التيم رايح يناقش المشروع على فلاشه وفلاشه اتسرقت وقعت من اللي جاب. طيب صباح الفل بقى يعني. والله يا دكتور انا عامل المشروع بس انا حلف له والله العظيم عامله. حتى اسال الدكتور اللي كان معايا يقول لك انا ما اعرفهمش. لا ابقى عامل باك اب لكل حاجه على قد ما اقدر.
كل واحد في التيم عارف الرول بتاعته اللي مكتوبه في الدوكيومنتيشن وعارف ان هو هيتسال في الحته دي، فكل واحد يبقى مستعد. ومع ذلك ما بقاش انا عارف حتتي وشكرا، اتسالت انا في الجراديويشن علشان وارد بروجكت في حته الدكتور ثانيه. الدكتور يقول لك لا ما تجاوبش انت يا ابني، انت يا ابني. بالظبط، ده وارد جدا يحصل. فانا لازم ابقى عارف، اصل ده المشروع بتاع عمري لغايه دلوقتي، أيوة. فانا لازم ابقى عارف كل تفصيله فيه، ما بقاش داخل حتى لو دي الجزء ده مش بتاعي، انا باكد تاني وتالت ورابع في الحته دي. صح. الدكاتره بجد هم بيناقشوا، انت لا تتوقع ممكن يعمل ايه، فما تسيبش الموضوع للظروف وزي ما تيجي تيجي. وانا عندي لا تبقى واخد باك اب على فلاشه وباك اب على الدرايف وباك اب على وكلكم اللابتوب تاني، معاكم نسخ، كلنا معانا باك كلكم اب. معاكم نسخ. كل واحد مع الباك اب بتاعه وعلى حته خاصه بيه هو الهارد ديسك بتاعه وات ايفر. ما سيبش اي حاجه للظروف. ابقى قاري انا الدوكيومنتيشن اللي انا هديها للدكاتره يقروها، ما أنا الدكتور مش هيشوف حاجه ابقى انا ما شفتهاش قبليه. صح. وممكن كمان في ناس بتلجأ لحاجه كده، احنا حتى كنا عاملينها في سكوب صغير. لو انا عندي حاجه بتضرب وعايز اوريها للدكاتره، انا ممكن اعمل لها فيديو ريكوردنج بشكل ما على داتا انا مدربها او وات ايفر وهي ما بتضربش. فانا عشان خاطر الدكتور مثلا لو قال لي دي هيبقى شكلها عامل ازاي، يبقى هو متصور معايا، ما يبقاش انا قلت له هي فيوتشر ورك وانا رميتها ويقيمني على اساس ان انت الحاجه دي ما اشتغلتش فيها. لا، لو هي حاجه انا مدربها الداتا بتاعتي بتطلع ريزلت صح، ولو دخلت لها اي حاجه تانية بتبوظ وانا كده خليتها في فيوتشر ورك، انا ممكن اعرض دوت شكل ديمو فيديو بالداتا بتاعتي وبيظهر يا على دكتور اعتبار كذا ما سوف وكذا يكون وكذا. يعني ان شاء الله. بالظبط. فحتى لو انا في حاجه اقول لك شغال على الداتا بتاعتي بس، ابقى انا عارف كمان ايه الداتا اللي انا بدخلها، عشان ما اجيش الدنيا تبوظ وحته ان انا ابدا يعني ارجع تاني ادوس ستارت من الاول عشان ارن البروجكت وبتاع، ممكن ياخد له دقيقتين 3 4 5 افضل انا احرق فيهم مش عارف في ايه. فانت اعمل حساب كل دوت، اعمل ريهرسل على الجراديويشن بروجكت ده مره واثنين وثلاثه وعشرة، وحاول لو تعمل ريهرسل مش بس انت تعمله كتير مع التيم بتاعك وتعدله، يبقى انتوا بتعملوا ريهرسل وفي اتنين قاعدين كده اهوت، لا انت قلت كذا بشكل الفلاني، وابداوا اسالوا عجزوا بعض. صح. انا فاكر في مشروع تخرجي رحنا جبنا تيمين تانيين بالظبط. وناقشنا قدامهم. لو هم ما يعرفوش اجيب صحابي ويعجزوني يسالوني اي سؤال كده، هو لسه واحد بقى بالنسبه له الجراديويشن بروجكت ده من الصفر. لو انا عندي معيد حبيبي قوي ادخله، معلش انا عايز اعمل ريهرسل، عايز استغل علاقتي بيك كواسطه اعمل معاك ريهرسل. دكتور حبيبي اعمل معاه نفس القصه، اعرف دكتور او اعرف حد من اندستري حتى هو مش مهندس شغال في الشركه الفلانيه وانا خدت معاه انترنشيب، عايز اعمل معاك ريهرسل. الريهرسل دي حاجه مهمه جدا، ان انا ابقى متفق على بات حاجه مهمه جدا، ان انا ابقى واخد باك اب حاجه مهمه جدا، حاجات كتيره مهمه. وممكن لو طلبوا مننا الناس جزء تاني وعندهم اسئله نقول لهم حاجات اكتر يعني ان شاء الله. ان شاء الله. انا عايز انتقل لاخر جزئيه ممكن في الحته ديت يعني فور ناو. لو انا عايز ابيع الجراديويشن بروجكت بتاعي، ابيعه بمعنى ان انا اعرف الناس عليه، اعمل لنفسي بيرسونال براندنج عن طريق الجراديويشن بروجكت دوت سواء على لينكد ان او وات ايفر، انا ممكن اعمل ايه؟ بص مبدئيا واحده من الحاجات الحلوه قوي اللي الناس ممكن ما تبقاش يعني مدركه انها موجوده. انت قبل ما المشروع يخلص انت ممكن تميز المشروع ده اولا انك تخش بيه كومبيتيشنز. الكومبيتيشن بتماركت للمشاريع. تمام. فده بيخلي الكوميونتي بتاعت الكومبيتيشن دي سواء لو هي شركه او انتيتي او ايا كان اورجانيزيشن اللي عامله الكومبيتيشن دي، تبدا انها تقول والله احنا عندنا المشروع بتاع التيم الفلاني بيعمل الحاجه الفلانيه، فتبدا انت تشير ده عندك على لينكد ان او على السوشيال ميديا شانلز بتاعتك ايا كان ان انت بتشارك في الكومبيتيشن دي، فيبدا ان هو يسبريد النولج بتاعت المشروع اللي انت بتعمله ده. في ناس بتكلم شركات تسبونسر المشاريع بره عن الكومبيتيشن اصلا. في شركات عندها الكاباسيتي دي، واحنا مثلا بنعمل مشروع مرتبط قوي بالبيزنس بتاع شركه اكس، فواحد من الشباب بعت ميل لحد من الشركه اكس وبيسالهم هل ممكن احنا بنعمل المشروع الفلاني ويكتب الديتيلز كامله، وهل ممكن انتوا تسبونسروا المشروع بتاعنا ده اللي بيها ان احنا نبقى في نفس الوقت الكريديبيلتي بتاعتنا فاليد معانا الشركه اللي احنا مثلا بنقول ان احنا ممكن نستغل ده عندهم، وده بيماركت للمشروع ان الشركه بتسبونسر المشروع ده. وبرضه انت تشير ده على لينكد ان وعلى السوشيال ميديا شانلز بتاعتك. ما فيش حاجه من الحاجات دي خالص. بعد ما تخلص هتعمل لايف ديمو محترم للمشروع بتاعك وهو شغال. ممكن تكتب ارتكل على اوبن كوميونتي ايا كان الاوبن كوميونتي دي ايه سواء لينكد ان او غيره، وتشير ده على لينكد ان. والله احنا ثرو السنه اللي فاتت دي اشتغلنا على مشروع بيدرس المشكله الفلانيه، عملنا امبلمنتيشن 1 2 3 4. لو في حاجه مثلا تستدعي انها تبقى في سيبريت ارتكل ممكن تتكتب لوحدها. كومبيوتيشنال يونت مثلا معينه، اي اي اتشيفمنت او اي اي ريسيرش عملتوه مثلا فعايزين تحطوه لوحده وتريفروه في المشروع التخرج.
انت وشطارتك في ان انت كل ما فردت اكتر كل ما ده بان انه الناس دي تعبت في المشروع وعملت ايفورت محترم ومطلعه ريزلتس، مش كلام في الهجايس، مش دخان من غير كفته، لا في كفته فاهم. فلا يعني كل انت وشطارتك في ان انت تماركت للحاجه اللي انت عملتها دي على باكبر قدر ممكن. وفي كذا طريقه زي ما قلنا، كومبيتيشنز، تدور على سبونسرز، او تماركت لنفسك ثرو ان انت تعمل لايف ديموز او تكتب ارتكلز على الاوبن كوميونتي. انا ممكن بس اضيف حاجه صغيره، ان هي الناس ممكن تبقى فاكره عشان تخش كومبيتيشن ان هي يبقى معاها البرودكت جاهز لا 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 لا. لا انت اصلا حتى الكومبيتيشن تطلب ام في بي بالظبط اساسا يعني. بالظبط. وانت حتى ممكن لو انت عامل البروجكت بتاعك بقى كلين كود وحاجه اركتكتشر ديزاين وات ايفر، يعني حاجات كبيره جدا، انت ممكن تخش زي ما انت قلت بالبي او سي او الام في بي، بروف اوف كونسبت او المينيمم فايبل برودكت. في الكومبيتيشن دي ممكن تبقى عامله كله بالاي اي، انت بس بتفاليديت الفكره فكره. بتاعتك، وبتشوف الناس اللي ممكن تسالك في الكومبيتيشن ديت هي ممكن تسالك على ايه، ممكن ايه السيناريوز اللي تبريك الموضوع ده. ممكن انت اصلا تبقى فاكر ان هو ده ريدي تو ماركت والفكره دي ما اتعملتش، حد يقول لك لا يا عم بص صباح الفل دي موجوده يا معموله باشا زي ما هي. في نيجيريا في الحته الفلانيه، ودي شغاله والدنيا تمام وبيطلعوا ريزلتس كمان احسن منكم. ده بيديك اكسبوجر، خلي بالك بالظبط. ان انت تروح وتفاليديت الفكره في كومبيتيشن. ممكن الكومبيتيشن تبقى عارفه كونتكست اكتر من ما انت عارف، بالظبط. فتحس انه ده انا ما كنتش عارف ان المعلومه دي، او على الاقل قال لك على كومبيتيتورز، تبدا تشوف الكومبيتيتورز دول، او بالنسبه لك كومبيتيتورز يعني عندهم ايه، وتحط اللي ناقص عندهم في البروجكت بتاعك وهكذا. وانا ابقى خرجت بره سكيل الاكاديميا، اللي هو كل اللي بيناقشني هم ناس دكاتره او معيدين هم شاطرين جدا في الريسيرش اند ديفلوبمنت، بس مش زي الناس اللي ايديهم في البيزنس، ومثلا هم ليهم علاقه بحاضنات الاعمال او ليهم مثلا علاقه بالاكسلريترز اللي هي مسرعات الاعمال او وات ايفر، اللي هم دايسين في كل حاجه، عارفين وستارت ابس بقى الاندستري ايه صباح الفل، وعدى عليهم ممكن حاجات شبه اللي انت بتعملها واصلا ما ما نزلت طلعتش السوق للنور، وماتت، في او حاجات مش طلعتش فيتنج للماركت ده عشان تنفذها لازم تروح ماركت الماركت تاني. الفلاني، او يقولوا لك كمان ده هي اسبير القوانين اللي موجوده في السوق ده، انت مش هتعرف تعمل regulations. صح حاجه في الموضوع ده. انت صح. ممكن في ناس ما تعرف مثلا ان المايننج مثلا ممنوع في مصر، او ما ينفعش تعمل حاجه زي كده، ويبقى الجراديويشن بروجكت بتاعه ليه علاقه بحاجه زي كده مثلا، فانت اسبير اللوز هنا او القوانين هنا انت مش هتعرف تعمل حاجه. فده زي ما انت قلت كده بيديني، هو ده معنى بيديني اكسبوجر، بيوسع مداركي، خرجني بره حته الاكاديميا، خلاني اشوف الاندستري مايند سيت عامله ازاي. خلي بالكم كمان المفروض الحاجات دي تتعمل من بدري، يعني انتوا هتلاقوا لو في الفتره بتاعت مشاريع التخرج دي هتلاقوا الكومبيتيشنز دي في اول السنه، في بدري خالص. لو هتكلموا حد يسبونسر المشروع بدري برضو في الفكره في الاول. شطاره الواحد اللي هو خلال السنين برضو باصص عارف ان هي كل سنه في الشركه الفلانيه ممكن تعمل كومبيتيشن، او الحاجه اللي تبع وزاره الاتصالات بتعمل حاجه، الناس الحفروكه دي. اضعف الايمان اسال دفعات كبيره، يعني انت مش عايز تدور اسال دفعات كبيره. يا جماعه انتوا لو انتوا عايزين تعملوا مثلا فكره فنيه، ممكن اروح لمين يساعدني مثلا ان انا الفكره دي اخش فيها كومبيتيشن، او اجيب سبونسر بتاع. الدفعات الكبيره ممكن تبقى جربت وممكن تفيدك، فاسال يعني مش هتخسر حاجه لما تسال. خلينا نختم بقى بالسؤال ليه علاقه باللي احنا بنتكلم فيه. لو انا فعلا البروجكت بتاعي ينفع، هو الفكره بتاعته جميله وخدت عنه فيدباك اللي هو ما حصلش، حلو. وينفع يبقى ستارت اب، هل انا ابروسيد في حته ان البروجكت ده فعلا يبقى ستارت اب، ولا انا عايز اكل عيش واعمل البروجكت بتاعي دوت يبقى فعلا هو جاهز للسوق كده بس مش هكمل فيه، وانا عايز اخش ابقى موظف في شركه ما. فانا امشي في انهي ابروتش يعني، او ايه المزايا والعيوب في كل ابروتش من وجهه نظرك؟ طيب لو انا هروح لسكه ان انا ده برودكت وانا عايز اطلع بيه الماركت، اعمل سيرفيز بسم الله الرحمن الرحيم كده. ابسط حاجه انت ممكن تعملها لوحدك انك تعمل سيرفي. اكيد تعمله في المكان الصح عشان اكيد ما اقول لك اكيد البرودكت ده معمول لكاستمر بيز، في نوع معين من البرودكت معمول لدكاتره، معمول لصياد، معمول لمحاسبين، معمول لفئه من المجتمع دي. روح للمجتمع واعمل سيرفي. تمام. من السيرفي والله هتقول لهم والله انا بنحاول نعمل حاجه بتعمل اكس واي زد، الاكس واي زد ده انتوا هيفيدكم ومش هيفيدكم. طب لو في حاجه زي كده بتدوروا يبقى فيها ايه، ما يبقاش فيها ايه. اصل وارد تبقى انت عندك احلام ان انا اطلع بستارت اب، وتلاقي ان انت عايز تعمله ده لما يروح للناس ما تبقاش عايزه تستعمله، او في بديل تاني الناس متعوده عليه، او ايا كان. ابن السوق برضه عنده افكار تانية انت ما تعرفش عنها بالظبط. انت لما رايح لكاستمر خد سيرفي او خد فيدباك من الكاستمر عن اللي انت عايز تعمله ده. طيب نفترض ان الناس عايزه ده، اعمل ايه؟ بتروح تشوف حضانات اعمال تعرض الفكره، تمام، علشان برضو ما تحاولش تقنع نفسك ان انا هطلع يلا بينا هعمل بوم هعمل لينك واطلع دلوقتي. مش حاجه اسمها كده.
لازم تروح لناس اولا فاهمه يعني ايه ماركت، وفاهمه يعني ايه ماركت سيجمنتيشن، وفاهمه يعني ايه برايسنج مودلز. اصل انت عايز تعمله ده، ما انت مش عايز تعمله للوطن، انت عايز تحط له فلوس، عايز تاخد عليه ولو الوطني يا عمر يا مشيها سيدي بقى. ربنا يزيدك. بس احنا بس هي بنتكلم انه هنا جزء منها ممكن اللي هو الفور بيز زي ما بيقولوا منها مثلا البرايسنج، فانا بالظبط. فانا مش هبقى محتاج بعرف اروح اعمل ده. لناس تديني بقى الاكسبوجر بتاع البيزنس ده، ازاي اطلع بفكره هي عباره عن بي او سي او ام في بي اخش بيها الماركت. اوكي. فاشهر ناس بتعمل كده حضانات الاعمال، تمام. أوكي. بتروح لحضانات الاعمال وتعرض الفكره، والله الناس لو شافت ان في بوتنشال هتدخلك سايكل، وهم جوه هيعلموك ايه اللي انت محتاجه علشان تنزل يبقى عندك ام في بي يخش الماركت، ويبداوا ان هم يحطوا فيه انفستمنت ولو بسيطه، نجرب نشوف هل هيبقى فيه ار او اي، هل هيبقى فيه ريتنشن ريت، هل هيبقى فيه مصطلحات كده جدا هتعرفها وانت جوه. فده هيفاليديت انه الفكره دي ممكن تكبر او لا. بس بلاش تروح انا هعمل ستارت اب وتقوم رايح طالع ستارت اب وتخيش وتلاقي نفسك لا ضيعت وقت على عدي على الفاضي. شارك تانك. شركه اي شاركس اي شاركس تمام. في ناس زي ما قلت لك بيبقى بالنسبه له خلاص عديت مشروع التخرج، خلاص المشروع اتقفل، وهو بروزته في السي في وخدت اللي انا عايزه وده منه. مش وحش باي ذا لا واي طبعا انا عشان عملت الناس كده ما بالنسبه تبقاش لي، انا فاكره ما ان كنتش مدور، انا عملت برودكت بيز، وناس كتير اقنعتني انه لا نعمل ستارت اب وبتاع. انا كان عندي جيش وما كنتش فاضي، وبعدين كان الموضوع ده كان هيحرق مني وقت، وانا كنت عايز اخلص وفلوس كمان، وعايز الستارت اب اشتغل مش على طول انا، ببلاش. فما كنتش قوي مركز في القصه دي. ممكن حتى وقتها لما فكرت قلت انا محتاج حتى اخد تكنيكال نولج وبزنس نولج كويسه من الماركت الاول، لما ارجع للفكره دي ابقى واقف على رجلي شويه، ما بقاش لسه بالظبط. بجرب واي مش يلا ننافس فيزيتا فاحنا. لا 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 بالظبط. مش هنعمل كده يعني. يلا نسحق طلبات، فاحنا يلا يلا الموضوع يلا نغزو العالم، نغزو بالظبط. العالم. بالظبط. فهي دي حته مهمه الناس تاخد بالها منها. لو انا هتجه ناحيه الماركت، انا محتاج اروح للناس بتوع الماركت، بالظبط. هم يقولوا لي الدنيا فيها ايه. لو لقيت ان انا خلاص عايز اكمل بيها او عندي وقت، بس هو في الغالب الناس برضو يعني لازم تاخد بالها من ده، ان انا ولا يعني بعد الجامعه انا ممكن لو انا داخل الجيش ما بقاش عندي وقت، وغالبا ما عنديش فلوس، فهي بتحتاج وقت وفلوس. فانت لو ما عندكش الاثنين فانت مش هتعرف تعمل حاجه. بتحط في عين الاعتبار برضه ان ده بيبقى اتفاق ما بينك وبين التيم، اصل انت مش شغال على المشروع ده لوحدك. وارد بعد ما تخلصوا المشروع تلاقي نفسكم اتفحكشتوا. طب ايه يا جماعه؟ يعني ايه يا جماعه؟ كل واحد راح في طريقه وبتاع، فالموضوع ينام يعني. اوكي. طيب انا اعتقد ده كان اخر سؤال فور ناو. لو حد عنده اي اسئله ممكن يسيبها لنا في الكومنتس او يبعتها لنا في دايركت مسج على طول. خصوصا الموضوع ولو عايزين برضه قولوا لنا. احنا عايزين كل موضوعنا شائك يا لا، ده عمر باي ذا كمان واي. بالذات هيعمل دوشه شويه بالنسبه للطلبه بتوع اخر سنه في الكليه. فبجد لو انتوا عايزين تسمعوا اكتر او عندكم اسئله ابعتوها لنا، واحنا ان شاء الله ممكن نعمل بارت 2 ونفولو اب على ممكن تبقى اوبن ديسكشنز. ممكن نعمل بص نشوف الناس هي عايزه ايه، وبعد كده ممكن نعمل لكم توك وندخل معاكم في اوبن ديسكشن لايف ان شاء الله، ونسمع منكم الاسئله ونجاوبكم كل واحد بيزد على السؤال بتاعه. فقولوا لنا انتوا عايزين ايه في الكومنتس، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. شكرا لكم. السلام عليكم.